السلام عليكم. تأججت الاحتجاجات على نطاق واسع في إسرائيل مساء يوم الأحد بعدما أقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالة وزير الدفاع يواف جالانت بعدما أبدى معارضة صريحة لمشروع تعديلات القضاء. وما إن جرى الإعلان عن قرار الإقالة حتى خرج محتجون في تل أبيب من أجل الاحتجاج، فيما قال زعماء المعارضة الإسرائيلية في البرلمان إن نتنياهو تجاوز خطا أحمر الليلة. وفي أحدث تطورات الأزمة، أعلن قنصل إسرائيل العام في مدينة نيويورك الأمريكية استقالته، قائلا إنه لا يمكنه أن يخدم حكومة نتنياهو التي تواجه اتهامات بتقويض الديمقراطية. وفي لقطات بثها تلفزيون رويترز، ظهرت حشود ضخمة تغلق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب، وكذلك مجموعة من المتظاهرين يشعلون النار في وسطه. في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتظاهرين اخترقوا الحواجز الأمنية في محيط منزل رئيس الوزراء نتنياهو. وعلقت مصادر في البيت الأبيض بالقول: قلقون جدا مما يجري في إسرائيل، وانعكاسات ذلك على جهوزية الجيش الإسرائيلي. السبت، حتى وزير الدفاع المقال وهو نائب في الكنيست عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، علنا رئيس الوزراء على تعليق إقرار التشريعات المتعلقة بالقضاء لمدة شهر. جالانت قال إن الاحتجاجات التي خرجت على مستوى إسرائيل ضد التعديلات وانضم لها عدد متزايد من جنود الاحتياط تؤثر على عمل القوات النظامية وتهدد الأمن القومي. جالانت أكد أنه لن يجعل ذلك يسيرا، في إشارة إلى احتمال امتناعه عن التصويت على التصديق على مشروع القانون إذا جرى هذا الأسبوع. وإثر خطوة الإقالة التي قام بها نتنياهو بحق وزير الدفاع جالانت، انهالت الانتقادات على رئيس الحكومة. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: نتنياهو يمكنه إقالة جالانت، لكن لا يستطيع إطلاق النار على الواقع، ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل. لابيد رئيس وزراء إسرائيل خطر على أمن دولة إسرائيل. أما زعيمة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيل فقالت: نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل الآن أكثر من أي وقت مضى. ومن جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير عقب إقالة وزير الدفاع: الآن بدأ الإصلاح. إلى اللقاء في خبر آخر. لا تنسى لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم.